مساء الخير خواتي وخياتي، مرحبا بكم كامل في قناتكم. في الأيام الأخيرة راهو موضوع زواج منيا في تونس داير حالة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلى ناس كامل تهدر وكل واحد برايو وكل واحد فسر الحكاية بطريقته. الفيديو اللي خرج كشف بزاف تفاصيل خلات المتابعين يتفاجئوا، خصوصا فيما يخص مكان الزواج وطريقة التحضير للعرس الفخم اللي دارته. منيا بن فيغول دارت عرسها في تونس، وحسب ما هو متداول اختيار تونس ما كانش صدفة بل كان قرار مدروس. منيا وضحت باللي المكان هذا قريب ليها وفيه راحة نفسية زيادة على الجو الهادئ والتنظيم اللي يميز الأعراس التونسية. وكما قالوا بزاف متابعين، بصراحة تونس معروفة بالذوق والتنظيم، اختيار موفق. اللي شد الانتباه أكثر هو طريقة العرس، وين منيا أكدت باللي ما حبتش عرس مبالغ فيه، لا صراخ ولا تبذير، بل عرس منظم أنيق ويجمع غير الناس القريبين لها. منيا بينت باللي الهدف الأساسي من هذا كامل هو الراحة والفرحة الحقيقية، وماشي استعراض قدام الكاميرات. وكاين اللي علق وقال عندها الحق، هكا تكون الأعراس الجزائرية بطبع والشان وفستر. من أكثر النقاط اللي تساءل عليها الجمهور، هل راح تبقى في تونس ولا رايحة تعيش حياتها في بلاد أخرى؟ منيا جاوبت بكل صراحة وقالت بلي الأمور ما زالها مفتوحة، وكل شيء مربوط بالاستقرار والراحة في تونس أو خارجها. المهم بالنسبة لها هو الهدوء وبناء حياة مستقرة بعيدة على الضغط. وكاين اللي علقت وقالت المهم راجلها يفهمها ويحبها، البلاد ما تهمش، لو كان انا ندي اللي نحبه نعيش معاه تحت الارض وراني قابله. وكاين ناس باركت وتمنات الخير، وناس انتقدت القرار، وناس قرعاجيه حبت تعرف التفاصيل الدقيقه. لكن منيا كانت واضحه وقالت انه هذه حياتها الشخصيه والقرار يخصها وحدها، وما راحش ترضي كامل الناس مهما دارت. منيا وجهت رسالة مباشرة للناس اللي يتبعوها، وقالت باللي الزواج مرحلة جديدة وتطلب دعم والدعاء مش الضغط والانتقاد. وأكدت باللي أي إنسان عنده الحق يفرح بطريقته ويختار المسار اللي يشوفه مناسب له. زواج منيا بن فيغول في تونس ما كانش غير خبر عابر، بل موضوع فتح نقاش واسع حول الخصوصية، الحرية الشخصية، ونظرة المجتمع للقرارات الآخرين. وبين مؤيد ومعارض تبقى الحقيقة وحدة، الفرحة الحقيقية ما تحتاج تبرير، وفي الأخير كل واحد يعيش حياته كما يحب، والباقي غير كلام زايد. هذا هو الخبر تاعنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام.